بسم الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وتحية لكم من محدثكم الأستاذ الدكتور طاهر تونسي. حلقة اليوم بعنوان رافائيل، أو أعظم مصور ورسام في تاريخ البشرية. رافائيل هو من إيطاليا، في مدينة صغيرة اسمها أوربينو، وسنة 1483 ولد رافائيل. كان قد ولد قبله منافساه مايكل أنجلو وليوناردو دافنشي. أول معرفتي برافائيل كان عن طريق أحمد شوقي. كان عنده بيت شعر يقول فيه: صبغة الله أين منه رافائيل، ومنقاشه وسحر بنانه. من هذا الذي اختاره أحمد شوقي ليكون أعظم ممثل لمدرسة الرسم؟ وشاء الوقت بعد تلك القصيدة بسنتين أن وجدت كتيبا فيه لوحات فنية كثيرة، كان فيها حوالي 6 لوحات لرافائيل أقنعتني بأن يكون هذا الرجل في الصدارة، لأنه في الفن ليست القضية الكم ولكن الكيف. مثال: عندما تسأل أهل النقد والفن كم عدد لوحات رافائيل، ستكون الإجابة سريعة: 287 لوحة. لماذا حفظ الناس هذا الرقم؟ روبنز الفنان الهولندي له حوالي 8000 لوحة. تيتيان وهو رجل من صناديد الرسم، وكان له لون أحمر خاص هو يصنعه بنفسه، سماه أحمر تيتيان أو تيتيان ريد، وإلى الآن بيستعمل هذا اللون حق تيتيان الذي اخترعه. ولكن مع ذلك لم يتفوق عليه رغم هذا العدد. تيتيان له حوالي 16,000 لوحة. فالقضية ليست قضية الكم ولكنه الكيف. فطبعا تتبعت أحداث الرجل إلى أن قدر لي أن أزور الفاتيكان 1987 ميلادي، ودخلت من سأتي عليها اللي نسميها حجرة التوقيعات، ورأيت لوحتين من أروع ما رأيت في حياتي كلها. رجعا إلى الحديث إلى رافائيل، وعمره 11 سنة أتوفت أمه، عمره 14 سنة أتوفى والده، وبالمناسبة والده كان فنان مجيد رسام يعني. توفي الأب والأم وعنى به عمه، وعمره 16 سنة أي في سنة 99 بعد 1400 غادر مدينة أوربينو الجميلة الوادعة ليذهب إلى مدينة أخرى اسمها بيروغيا. بيروغيا دي رحلها لأنه فيها رسام عظيم اسمه بيروغينو، وجلس معاه يتعلم الفنون 3 سنوات إلى سنة 1502. كان يوم ترك بيروغينو كان عمره 19 سنة. وكثير من النقاد يعني يروا أن كثير من لوحات رافائيل هي إعادة صياغة لبيروغينو. ورافائيل كان وفي لأستاذه، حتى لما ليو العاشر قال له اللوحات دي شيلها حقت القدماء وحط لوحاتك، لما جاء في اللوحة حقت المسيح يسلم بطرس مفاتيح أورشليم أيد بقائها وقال هذه من روائع الفن، وهذا جزء منه تذوقه وجزء منه وفاءه لأستاذه بيروغينو. عمره 19 سنة ترك الأستاذ الماهر وتوجه إلى عاصمة الفن فلورنسا. هناك أعجب الناس بلوحاته إعجابا خطيرا، وعمره 19 و20 سنة 21 جلس فيها لحد عمره 25 سنة، وهو يكسب المال والذهب حتى أصبح وهو 22-23 سنة من أثرى أثرياء إيطاليا، من أثرى.
وكان ممكن تنتهي حياته عادية في هذا الحد، إلا أنه سنة 1508 كان عمره أيامها 25 سنة، جاءته رسالة غيرت مجرى تاريخ حياته، بل ومجرى تاريخ الفن في العالم. الرسالة ما كانت من شخص ثري، الرسالة كانت من أهم شخص في أوروبا وفي إيطاليا تحديدا، وهو البابا بما كان له من مكانة، يوليوس الثاني. استغرب كان يسمع رافائيل إنه البابا يوليوس الثاني ده عنده ما لا يقل عن 80 فنان حوالينه، لكن اللي واضح إنه البابا يوليوس سمع عن هذا الفنان المنقطع النظير ابن 25، أرسل له الرسالة، ما صدق على الله، حمل هذا الذهب وتوجه أمواله الذهبية إلى البابا يوليوس الثاني. طبعا أول حاجة سواها رسم ليوليوس الثاني رسمة، وكانت من روائع الفن. هنا جلس مع يوليوس الثاني، هو كان أحد أعمدته الثلاثة ليوليوس الثاني، لأنه يوليوس كان يحب برامنتي كمهندس معماري، وكان يحب مايكل أنجلو كصانع تماثيل، ويحب رافائيل كمصور بالفرشة. أسند إليه 4 غرف هامة من الفاتيكان يحط فيها رسماته، وهي لمن أحب لما يروح الفاتيكان هناك جزء على اليمين وجزء على الشمال. الجزء على الشمال يبدأ الدخول فيه 4 غرف متتالية. الغرفة الثالثة أو الثانية ما أتذكر، أظن الثانية، هي الحجرة الهامة اللي يسموها حجرة التوقيعات، لعلها الثانية أو الثالثة نسيت أنا. طبعا بدأ يسوي اللوحات هذه الرائعة، وكانت نصيب غرفة التوقيعات لوحتين لا تنسى، منها لوحة اشتهرت شهرة أكثر من رافائيل، وهي مدرسة آثينا. رأيتها بعيني على الجدار، طولها حوالي العرض 6 أمتار، والطول عالية يمكن 4 أمتار. صور فيها كل عظماء الفلسفة والفنون والأدب، صور فيها أفلاطون وهو رافع يده إلى الأعلى رمزا إلى أنه هو رجل مثالي، صور فيها أرسطو مشيرا بإصبعه إلى الأسفل دليلا على أنه رجل واقعي، صور فيها فيلسوف العرب ابن رشد، صور فيها الكيبيادس الزعيم اليوناني، صور فيها إقليدس، صور فيها كثير، وكل شخصية أبدع فيها أيما إبداع. 1513 وببلوغ عام 30 رافائيل توفي يوليوس الثاني، وجاء على كرسي البابوية ليو العاشر. هنا عهد جديد ثاني، وهو إنه البابا الجديد ما يحب إلا رافائيل، طرد ليوناردو دافنشي، قال هذا يتكلم كثير، ما انسجم مع مايكل أنجلو، أيضا في 2 من الكبار الفنانين أيضا طردهم، ولم يصطفي لنفسه صديقا إلا رافائيل. أسند إليه أشياء كثيرة، ولكن في ال7 سنوات مع صداقته لليو العاشر لم ينجز أشياء بمثل ما أنجز في أيام يوليوس الثاني. يعني هو دحين عايش من عمره 30 ل 37 سنة. في هذه الفترة أثرى ثراء فاحشا، ما صار يسكن في بيت، خلى أكبر معماري في إيطاليا يسوي له قصر، ما يخرج إلا معاه حاشية حوالي 50 نفر. بدأ يتكلم مع زملاء الفنانين بتعالي بعض الأحيان، وإن كان هو طيب مع تلاميذه. ومعروف القصة حقته مع مايكل أنجلو، قال له مايكل أنجلو يعني أنت ما شاء الله لما تمشي مع 50-60 نفر وأنت ماشي من البيت رايح سوق الخضرية مثلا، كأنك يعني بذكرني بملوك إيطاليا القدماء.
قال له أنت لما تمشي لوحدك وما حد يكلمك، هذا رافائيل يرد عليه، تذكرني باللي قطع الروس. وأيضا صارت له مشكلة مع 2 كرادلة، قالوا له أنت ليه حطيت بطرس وبولس محمر خدودهم؟ قال لهم خجلا من أنه أنتوا زيكم دخلتوا الكنيسة. ومع ليوناردو دافنشي قال له كلاما بذيئا يعرض به على شيء في أخلاقه. ففي الفترة هذه وصل ل37 سنة، وفي يوم من الأيام أصيب يعني حمى وزكام وإجهاد وقلة أكل وشحوب شديد. ويقول بعض الذين كتبوا عن حياته إنه كان الأولى أن يغذى، وبدلا من ذلك، هذا كلام ليس كلامي ولكن كلام المترجمين عن حياته، يقولون أنه الحجامة يعني ساهمت في إضعاف جسمه، لأنه هو كان يعني في حالة سوء تغذية شديدة. هذا ما قالوه والعهدة عليهم، ليس لي تعليق على ما يقولون، لأنه في آخرين ذكروا أشياء أخرى، أنه ذهب ضحية إسرافه مع عشيقاته في أمور الجنس، ولا يهمنا ذلك، إلا أننا يهمنا أنه عمره 37 سنة فقدت الإنسانية أعظم رسام في التاريخ، رافائيل الذي لا زلت أتذكر عندما زرت معرض الأوفيزي في فلورنسا، فرأيت لوحة رائعة، ثم أخبرني أحد زوار المعرض الدائمين قال هذه ليست لرافائيل، هذه اللوحة من النفاسة بمكان ما يعرضوها، هذه ناسخها فنان اسمه كريدي من رافائيل، أما نسخة رافائيل إذا تبغى تشوفها يجب أن تكلم مدير المعرض ينزلك على القبو عشان تشوفها. هذا هو رافائيل، عاش 37 سنة، ولكنه استطاع أن يكون أعظم رسام في تاريخ الإنسانية. ومع هذا التسجيل ستوضع صورة لرافائيل رسمها لنفسه، وقد رأيتها أيضا في متحف الأوفيزي، ستكون مع التسجيل، وقد رسم نفسه 3 مرات، هذه إحدى المرات، وهذه أول مرة رسمها، والرسم ده اخترته لأنه رسمه وهو ابن 17 سنة. وإلى حديث آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.